السلام عليكم. اليوم حابة أقدم لكم طريقة عمل أضلاع غنم مشوية بالفرن. راح نسويها بطريقة كلش بسيطة. راح نحتاج أضلاع غنم غسلتهم ونشفتهم، وراح أبدي أسوي التتبيلة: لبن، ليمون فريش، نعناع يابس، ملح، فلفل أسود، راشي وزيت. راح أخلطهم كلهم مع بعض وتصير عندي تتبيلة بهذا الشكل. ثرمت بصل وثوم شرايح، جبت بايركس وراح أخلي بيه البصل والثوم، وراح أرتب فوقهم الأضلاع، وبعدها راح أضيف عليهم التتبيلة. كل ما تركتوا اللحم بالتتبيلة راح يطلع نكهته وايد أطيب. أني بالنسبة إلي راح أتركه لمدة ساعة، وبعدها راح أصفيه وأشويه بالفرن على درجة حرارة 400 لمدة ربع ساعة لحد ما يحمر عندكم، أو لحد ما تشوفون لونه صار ذهبي. وصار عندي بهذا الشكل. طبعا نكهته كلش طيبة وطري. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا بالوصفة.